يا مساء الفل. عاملين دقيقة محشي تانية. شايفين الجمال، شايفين الطعامة، بس لسه بقى ما غرفتش، ما بنفطرش. رمضان بالنسبة لنا عذاب. ودي بطة اهي مستنية ابني يطلع عشان يفطر معايا هو ومراته، بس ابني راحت عليه نومة كالعادة، فخلاص مش هيجي الوقت والاكل اتركن. شفتوا بقى؟ قولولي اعمل ايه، قولولي اسوي ايه. الاكل طالع سخن وولادي مش معايا. افطر لوحدي ازاي يا جماعه؟ بس افطر لوحدي ازاي؟ اديني مستنيه ابني يجي، الميعاد عدى، شايفين الساعه كام ولسه ما فطرناش، وانا ما باكلش المحشي الا مولع وسخن. فانا سايبه البط والفراخ زي ما هم في الصينيه عشان اسخنهم تاني في الفرن. شايفين البط بقى بجماله محشي ازاي؟ شايفين بقى الحشو والحاجات الحلوه دي. شايفين نبقى مهذبين وناكل بالمعلقه، بلاش حكايه الايد دي عشان ما حدش يزعل. شايفين بقى يا جماعه البطه والخلطه اللي جواها، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الجمال؟ يا خراشي يا خراشي. كبد والقوانص بقى والحاجات الجميله. كل ده مفيش حد معايا، مستنيه ولادي، مستنيه ولادي يا جماعه. والاكل ما يتاكلش الا سخن. سايباه في الصينيه عشان ولادي لما يجوا اسخن تاني في الفرن. شو اسوي يا جماعه؟ شو اسوي؟ على حظي. رمضان بالنسبه لنا بيبقى صعب شويه عشان شغل ولادي. ودقيقه المحشي زي ما هي، دقيقه المحشي زي ما هي. لسه بقى دحلها حته سمنه بلدي واسخنها تاني. وادي البط والفراخ، فمرضتش اغرف عشان مفيش حد هنا. حبيت اوريها لكم وهي طالعه من الفرن بعد ما استوت. طبعا استقبال البطه والفراخ زي ما احنا بنقول ليمون ودقيق وملح وخل والحاجات دي كلها الزفاره خالص، وبعد كده اتبلها ببصلايه بمرته، اتبلها خالص وبالليمون، وبعد كده بقى تستوي. طبعا اللورة والجزر والشوربه والبصل والفلفل الاسمر والحاجات دي، والرز كل نقعاه وبتعملي القنصه شويه تسويها شويه، بعد كده تحطي الكبده بقى والرز والبصل وتحشيها بقى الحشوه الجميل ده، الحشوه الجميله دي. والفراخ دي برده محشيه والمحشي اهو لسه حلنا بقى لما يجي حد. جايز ناكل على الساعه 10 ولا الساعه 11، مش عارفه لسه. كل سنه وطيبين وبحب الله متجمعين، رمضان يجمعنا.